مساء الفل. قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني وشير للفيديو. النهاردة هنعمل حلويات سهلة ولذيذة وسريعة، وبجد مش هتاخد منك 5 دقايق. حلوة قوي ولا هتحتاج لا فرن ولا مكونات خزعبلية، لا وبجد مقاديرها موجودة في كل بيت ان شاء الله. وتقدري تزينيها باي شكل انت حباه. احنا شكلناها بطريقه اقتصاديه وسهله عشان نوفر عليكي. حابه تزينيها باي طريقه تانية انت عايزاها براحتك، يرجع ليكي. يلا نقول بسم الله وهنبدا في المقادير اللي معانا. واول حاجه هنبدا بيها هي الحشو، لان هي دي يعتبر اساس الوصفه. هنجيب حله او صينيه المتوفر عندك، هنحط فيها كوبايه من اللبن وعليها معلقه كبيره من النشا. هنقلبهم كويس قوي عشان ندوبها، وبعد كده هنرفعها على نار متوسطه. واول ما تبدا تتقل معانا بالشكل ده هنكون مجهزين نص معلقه من الزبده، سواء صفرة او بيضه براحتك. واول ما نلاقي اللبن بالنشا بدا يتقل هننزل بالنص المعلقه من الزبده اللي احنا مجهزينها وهنديها تقليبه. وهننزل معاها كمان بالفانيليا، لو هي سايله هننزل بنقطه، لو هي بودر هننزل بباكو اللي هو يعني كيس. وهنقلبهم كده ونرفعها من على النار. اول ما نحط المكونات ديت اللي هي الزبده والفانيليا هنرفعها من على النار وهنسيبها تبرد تماما. وعلى ما تبرد هنكون مجهزين الصوص شوكولاته اللي احنا هنحطه على الوش. حابه تبدليها باي صوص كراميل، اي حاجه انت حباها براحتك. هنعمل شوكولاته اقتصادي، وهو نص كوبايه من اللبن، ربع من الزيت، وما تكتريش الزيت عشان الطعم ما يبانش ويبقى وحش. وهتحطي نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، وهتضربيهم في الخلاط. لقيتي القوام تقل معاكي قوي، حطي شويه من اللبن بس حبه صغيرين، انزلي بحبه حبه لحد ما توصلي القوام تقيل شويه مش سايب وبس. تقدري بقى وقتها يا اما تحطيها في التلاجة، بس اعملي حسابك لو حطيتيها في التلاجة هتتقل، يعني ما تقلقيش. حتى لو طلعت معاكي خفيفه شويه حطيها في التلاجة شويه هتلاقيها تقلت وبس. هنكون كده سمنا الحشوه بتاعتنا اللي هي اسمها القشطه الكدابه، هتكون بردت معانا. هنجيب ورقه من الجلاش هندهنها برشه بسيطه من السمنه، وهنحط ورقه كمان عليها عشان ما تبقاش الحشوه خفيفه فيها، فالجلاشه تتقطع لما نحطها على النار وتنزل الحشوه بتاعتها والدنيا تبوظ. وبعد ما حطينا الراق التاني من الجلاش وهندهنه برشه بسيطه برضو من السمنه، وهننزل بشويه من الحشو اللي احنا عملناه بعد ما برد. هننزل بيها في نص الجلاشه، وما نحطش كتير عشان ما يخرجش منا، عشان لما نحطها على النار ما تسحش وتطلع بره. حابه تعمليها الطريقه ديت على النار، حابه تحطيها في الفرن بعد ما تقفليها براحتك. انا عملتها على النار ما بتاخدش وقت خالص، بس حطيتها في النص كده وهقفل عليها مثلثات، يعني اخد من طرف فوق على طرف من تحت بالشكل اللي قدامكم ده. وبعد ما بقفل كده جزئين على بعض بقوم دهناهم بالسمنه عشان يمسكوا في بعض ما يلزقوش. وهعمل كده كذلك في اليمتين التانيين، هقفل عليهم كويس. وانتي بتقفلي يعني حاولي تقفليها شويه جامد شويه، ما تخليهاش كده خفيفه، لما تشيليها ما تلاقيهاش كده نزلت منك بس. وهنقفلها كويس قوي برضو من السمنه من بره. حابه بقى تعمليها باي شكل تاني براحتك، انا كمان عملتها بشكل تاني هوريهولكوا بعد شويه. وبس دهنتها سمنه وكله تمام، هركنها بقى على جنب واجهز بقيه الجلاش. وهتشوفي الحشوه التانية دلوقتي حالا. اللفه التانية هتبقى مختلفه عشان هتبقى موفره وهتعمل كميه اكبر. هنجيب راق واحد من الجلاش هندهنه بسمنه بسيطه برضو، والحشوه بتاعتنا مش هنحطها في النص، لا هنحطها على الطرف شويه وهنقفلها بالظبط زي الشاورما. هندهنها كده وهنقفلها من الجناب، ودي براق واحد فهنتعامل معاها بالراحه عشان لا الجلاش يتقطع ولا الحشوه تطلع مننا بره. وهنقفلها كويس على بعض كده واحنا بنعمل، وهنعملها دي بالراحه خالص. بس حطينا الحشوه كده في اول الصف، يعني مش في اوله على الطرف خالص، جوه شويه. وهلفه بالطريقه اللي قدامكم ديت كاني بعمل شاورما، سندوتش شاورما بالعيش السوري وكده. وهقفلها بالراحه عشان طبعا هي طريه، عشان الحشوه طريه مش ناشفه وبس. وهركنها بقى وهديها برضو رشه بسيطه من السمنه على الوش وبس. جبنا طاسه حطيناها على النار، حطينا فيها ندعة من السمنة على نار متوسطة عشان النار العالية هتخرج مننا الحشوة اللي بره بس. وقلمناها اليمة التانية، بصوا اللون بتاعها حلو قوي. وده بعد ما خلصنا بجد هتعجبكم الطريقة دي وسهلة ولذيذة.
هنا انا في القشطه الكدابه ما حطيتش سكر، وما تحطوش سكر، انصحك ما تحطوش سكر، عشان لو انت هتحطي عليها من بره صوص شوكولاته، صوص كراميل او سكر بودر، الطعم معاكي هيظبط قوي. انما لو مش هتحطي عليها حاجه من بره وهتاكليها كده على طول من غير سكر بودر ولا شوكولاته ولا اي حاجه، لا حطي سكر عشان هتبقى دلع. وهنا بعد ما زيناها بشويه صوص شوكولاته اقتصادي وموفر، وعليها شويه مكسرات سوداني وجوز هند، بجد حلوة قوي وطعمهم حلو قوي سواء بالسكر البودر او بالشوكولاته. وكمان تقدري بدل القشطه الكدابه، بدل ما تحشيها قشطه كدابه، لا تقدري تحشيها بالشوكولاته اللي احنا عملناها ديت، بجد طعمها هيبقى تحفه قوي وهيعجبك جدا وهيعجب الاولاد. بجد لذيذه وسهله. وبصي اصلا لما تتك عليها هتلاقي الحشوه طلعت كده، وبجد تحفه تحفه. الحشوه دلعه يعني مش مسكره ولا فيها سكر اصلا، فعادي ما تقلقيش. انت لو هتحطي عليها من بره سكر باودر زي الشكل اللي قدامك بجد يعني هتبقى مظبوطه قوي لو مثلا حد مش بيحب السكر وكده. وكده خلصنا الفيديو. ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ولايك وكومنت. باي باي.